لو جربتوا تعملوا صدور الفراخ بالطريقة دي مش هتقدروا تفرقوا ما بينها وما بين الجاهزة أبدا. أنا لما جربتها بطلت أجيبها من أي مطعم من بره. ويا سلام بقى عليها مع شوية بطاطس وتومية في السندوتش، ولا مع شوية رز مبهر وشوية ناتشو. أطعم شاورمة فراخ هتدوقوها في حياتكم، أفضل من أي طريقة تانية عملناها قبل كده، وطعمها حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة التوابل هي ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة ناشفة وكاري وكبابة صيني وحبهان مطحون، زبداية بلدي وشوية زيت زيتون وشوية دبس رمان ونص معلقة جنزبيل مع عصرة ليمون وكام فص توم. نقلب بقى كله مع بعضه لحد ما يبقى متجانس بالشكل ده. هنزل بصدور الفراخ اللي كنت غسلها بمية وليمون ومنشفها كويس. هقلب شرايح الصدور في التتبيلة كويس واخرمها بالشوكة كمان وانا بقلب علشان التتبيلة تدخل جوه نسيج اللحم. هنسيبها في التتبيلة ساعتين على الأقل. بعد كده هجيب بصلاية قطعها ترنشات رفيعة قوي، والبصلاية التانية هقسمها نصين. بعد كده هجيب الصينية، هجيب أي صينية عندي، وهجيب عيدان شيش بغسلهم. هننزل بشريحة بانيه الأول، وهننزل بحلقتين من البصل ما بين كل شريحة بانيه والتانية. طبعا البصل هنا اختياري مش إجباري، لو انتوا مش حابين ممكن تستغنوا عنه. وفي الآخر هنزل عليهم بباقي التتبيلة. هندخلها الفرن على حرارة 170 لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة. وأثناء ما بتستوي هنجهز شوية تومية سريعة ولذيذة. هجيب آخر شوية مايونيز عندي، ولو ما كفوش هنكمل عليهم بأكياس جاهزة، ونهرس عليهم 3 4 7 8 10 فصوص توم، ونقلب كله مع بعضه لحد ما كله يتجانس مع بعضه. ولو حسيتوا إنها تقيلة شوية ممكن نخففها بشوية لبن. وده شكلها بعد ما استوت وشرايح البصل اللي حطيتها نزلت ميتها ومنعت صدور الفراخ إن هي تنشف. ريحتها جنان. طرية قوي وجوسي جدا، واللحمة مستوية جدا. جهزت لها بقى شوية بطاطس محمرة بالتوابل بتاعتي الخاصة عشان طعمتها تكتمل. الصورة بتتكلم. أنا متأكد إنكم شامين ريحتها وإنتوا بتتفرجوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان أتأكد إن الريحة وصلت لكم. هندوق بقى التومية اللي احنا عملناها. الكلام ده كبير كبير كبير. هنجربها بقى مع شوية رز بسمتي مبهر وشرايح الناتشو والتومية اللي لسه عاملينها. ده ايه الدلع ده؟ بس ده ايه الدلع ده؟ يلا بينا ندوق. بسم الله. طعمها قنبلة قنبلة، حلوة قوي. والتومية كمان عطياها طعم رهيب. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم الشاورما دي. اشوفكم في فيديو جديد.